قلب كل غنوة أسرار هنقولها، كبسولة ربع تكون هتعرف مفعولها. ده ربع تكون معاك على طول، هنعيش معاك أغاني بتحبها ونفهم التفاصيل ونعرف أصلها. يوم 28 أغسطس جات لي دعوة من مستر رامي محسن العضو المنتدب لشركة سوني ميوزك، والدعوة دي كانت لحضور حفل إطلاق ألبوم روكسي الأمير عيد. ولثقته فيا عرفني على فريق تنظيم الإيفنت، اتكلمنا عن أفضل طريقة ممكنة يتقدم فيها روكسي للجمهور. وهنا بيلبورد أريبيا لقوني واقف فلقطوني في القاعة السريع كده عن التفاصيل الفنية للألبوم، وكانت الناس بدأت تيجي بكثافة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين استلمت نسخة تذكارية لاسطوانة الألبوم، والأجواء يعني مبهجة. ودخلنا على المسرح قبل دخول الجمهور، وزي ما انتم شايفين يعني الاستعدادات على أعلى مستوى. وخلاص بدأ الإيفنت، طلعت زهرة رامي تقدم روكسي للجمهور، وتعرض الألبوم كله على الشاشات العملاقة. وده يا جماعة أول ألبوم غنائي مصور، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقابلت الناقدة السينمائية الكبيرة أمل مجدي. أمل ادتنا بعد تاني عن الألبوم سينمائيا وبصريا. حلو قوي فكرة انه في الاخر احنا عندنا كونسبت ألبوم متصور بصريا بشكل ذكي، نرجع فيه للخمسينات. هو بيقول انه الهدف كان نرجع ونهرب لعالم ألذ وغير العالم والواقع بتاعنا. بس كمان حلو قوي ان المخرجة اختارت ترجع للخمسينات عشان النوع ده من المزيكا اللي بتقول حاجة وبتقول فكرة ظهرت وتبلورت كمان في الخمسينات والستينات. كل أغنية فيهم تبدو كأنها فيلم قصير لوحدها، ليها بداية ونهاية وفكرة، وهم كلهم على بعض فيلم طويل بيكمل بعضه. وهنا بقى جت لحظة دخول الأمير عيد على المسرح وسط حفاوة كبيرة جدا من الجمهور. وبعدين بدأت بقى زهرة تسأله عن تفاصيل الألبوم، وأمير كان بيرد بكل صراحة. وبعدين قابلنا مؤسس صفحة ميدل إيست أندر جراوند، وكلمنا عن تفاصيل الألبوم وإزاي الجمهور ممكن يتفاعل معاه، ورأيه هو كحد مهتم بالمزيكا في ألبوم روكسي. احنا متعودين من زمان من أمير عيد سواء في كايروكي أو في أعماله المستقلة إن هو دايما بينقل إحساسك طول الوقت. هو حتى قال جوه في الحفلة أنا بعبر عن حاجات ممكن يبقى في حد مش عارف يقولها، هو بيطلع كلماتها، انت طول الوقت حاسس الاحساس ده، بس هو بيصيغه في موضوع، بيصيغه في كلمات اغنيه. فبالنسبه لي كتجربه شخصيه عجبني جدا، كتجربه فنيه احنا بقالنا كتير جدا في مصر او في الشرق الاوسط عموما ما شفناش عمل بيجمع بين التمثيل وبين المزيكا وبين الغنى وحكي القصه او حكي الحدوته في عمل واحد بالشكل ده. فنيا لا الصراحه حلو قوي. حب تحت الانشاء دي مش طبيعيه. مصطلح حب تحت الانشاء ده اصلا جديد، احنا بنسمعوش اصلا. يعني ايه حب تحت الانشاء؟ فانت عشان تفهم فهو عمل لك فيديو كليب بسيط قوي قوي. انا فاهم شويه في الاخراج، المسافه اللي كانت بينه وبين ندى وهي بترقص بالنسبه لي هي معبره قوي. واحده منطلقه قوي وهو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، وانا بحبها بس خايف. في شوت عدى كده صعب اقولها ايه، اما جايه بصاله هو ايه اللي بيحصل، بعد كده سابها تكمل تاني. بص انا حسيت من اسمك ايه، ويمكن عشان في الفض او في السن يعني قريب شويه، انت بتوصل لحد وقت معين انت ولا بقيت مبهر ولا بقيت جذاب، والفئات اللي حواليك صغيره في السن، فتحس في وقت ما انت ما عندكش الجزء اللي كان بيشد الاول، فانت عايز اي حاجه. هو حرفيا في الاغنيه دي في جزء انا حاسه قوي، انا عايز اي حاجه. كملوا في الجزء بتاع هنخاف سوا ده، انا مش فاكر اسمه ايه بالظبط. بقول انا بخاف من الليل بيحس ان انا لوحدي، ما بلاقيش حد، ما حدش بيكلمه. فهو ترجع تلاقي الاسم ايه، انا عايز اي حد، اي حاجه تشغل وقتي، اي حاجه تملى السواد والفراغ اللي عندي. وجت بقى الفقرة اللي كل الناس مستنيينها، وهي الفقرة اللي أمير بيغني فيها الألبوم. وبعدين بدأ أمير يغني الألبوم كله لايف على الجيتار بس. وكالعادة كان بيغني بأجمل إحساس في الدنيا دي كلها، والناس كلها كانت منسجمة مع الحفلة ومصدقين كل حرف خارج من صوته. مش صعبة خالص، بس مفيش غيرنا عند حلها.